السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي قوي، بقالي كتير قوي ما نزلتش معاكم روتينات ولا ترويق. ان شاء الله جايلكم النهارده فيديو قوي. عايزه بقى اقول لكم ان انتوا هتقوموا تتحمسوا وتخلصوا كل اللي وراكم. قاعده بقى كده والله متدفيه، لقيت ابو تسنيم بيقول لي ان حماتي جايه النهارده، مامته يعني جايه بكره الصبح تقضي معانا اليوم. وطبعا ما ينفعش تيجي وتلاقي الشقه بالمنظر ده. انا قمت بقى اتحمست كده وقلت لا، لبست وتقلت كده هدومي وقلت بقى اقوم ايه، انضف الصاله. شلت بقى الزحليقه ودخلتها جوه الاوضه لتسنيم تلعب بيها جوه عشان اعرف انا بقى اروق الصاله. نضفتها بقى، انا اصلا كنت مروقه قبلها، كنت مروقه وشايله السجاد ومسحه وكل حاجه، بس هي كل ده بس حاجات من على الوش، يعني الكركبه دي كلها بتبقى من على الوش. نضفت بقى الركنه، شلت الكفر بتاعها ورتبته. وظبطت الركنه وظبطت كل حاجه. عايزه بقى اقول لكم استنوا فيديو قوي قوي لتجديد الركنه، طالبه لها كده كوشنات صغيره بالرنر بتاعها بتاع الترابيزه، يعني كلهم طقم واحد. طالباهم اونلاين وان شاء الله يعني انا في انتظار ان هما يوصلوا. وهما يوصلوا بقى هعملهم واصورهم معاكم واوريها لكم واقول لكم انا جايباها منين وخامتها ايه. بس بصراحه يعني انا شايفه الحاجه اصلا على الصفحه تحفه تحفه تحفه. لما اجيبها واجربها اقول لكم انا جايباها منين والصفحه بتاعتها اسمها ايه، يعني عشان لو عجبتكم تطلبوا منها. وكمان عايزه اغير، انا حاطه كده في حتت بتبقى باينه من السيراميك، حاطه فيها حتت سجاد صغيره. طبعا مش لايقه مع السجاده اللي انا فرشاها ولا مع الركنه. ان شاء الله باذن الله برضو هغيرها واخليهم كلهم كده طقم واحد، وعشان يبقوا ماشيين مع بعض باذن الله برضو دي هغيرها. لان طبعا الجو ساقعة والسيراميك ساقع والاطفال يعني ما ينفعش طبعا يمشوا بقى على الارض ساقعة وكده، فانا قلت افرش فيها اي حاجة ان شاء الله على ما اجيب حاجة بقى تليق عليها يعني. بس جيت هنا بقى على المكتبة، كان في شمعدانة من دي مكسورة. وكنت زعلانة بصراحة، كل ما ابص للشمعدانة ازعل لان انا مش لاقية قطع غيار ليها، يعني الازازة اللي فوق دي مش لاقياها خالص. فشلتها بقى وحطيتها جنب اختها كده لحد ما ابقى الاقي القطعة ديت في مكان يعني باذن الله، وارجع احطهم تاني ديكور. حطيت بقى الطقم دوت، كنت جايباه اول الجواز يعني. وبصراحه انا بحب حاجه جوازي قوي، بحبها يعني لما بحطها آم، بتراودني كده ذكريات حلوه، وكانت ايام جميله. طبعا الايام اللي احنا فيها دلوقتي جميله برضو، كل ايام ربنا جميله الحمد لله. بس برضو في الاول كده بتبقى الحاجات، يعني بتبقى الحاجه حلوه. بصراحه انا بحب حاجتي كلها، يعني مهما جددت ومهما جبت برضو كل حاجتي بحبها يعني الحمد لله. هنا برضو عملت الكرسيين دول، ظبطتهم نفضتهم وفرشتهم من تاني. وهنا بقى قلت اكنسها كده بسرعه بالمكنسه، عشان برضو تبقى نضيفة بقى من كله، يعني احنا نضفنا الركنة ونضفنا السجاد ونضفنا كل حاجة. يعني الحمد لله كانت المكان والله نضيف، بس زي ما بقولكوا كلها بس شوية كركبة كده اتشالوا واتكنست والدنيا اتلمعت والدنيا بقت كويسة الحمد لله. دي بقى السجاد اللي بقولكوا عليها اللي هي المشايات ديت، انا بس حطاها كده مؤقتا لحد بس ما اجيب غيرها باذن الله، عشان طبعا عارفين الجو ساقعة والاطفال وكده. وبس هنا بقى كنت خلصت الحمد لله ودخلت برضو عملت الغدا على بيات كده. وقمت برضو كملت الصبح. طبعا لو انتي يعني انت عارفه ان جايلك ضيوف يعني بيبقى مستحب انك تعملي حاجه من بالليل يعني، وتقومي بقى كده تكملي حاجتك الصبح، بتبقى الدنيا رايقه معاكي ومبتبقيش حامله هم ان يعني في حاجه وراكي وكده، لا بتعملي حاجه على مهلك. بس ده بقى كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. حبيت اختم لكم الفيديو كده بجو شتوي ليلي كويس كده زي الفيديو اللي انا حطاه لكم ده. كوبايه سحلب بقى او نسكافيه كده او هوت شوكليت في الجو ده، يا قمه الانبساط والله. لو وصلتي بقى معايا لاخر الفيديو وعجبك ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه. باي باي.